الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، جاء من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. رواه الحاكم في مستدركه، وحسنه الألباني بمجموع طرقه. وهذا الحديث معاشر المؤمنين فيه من الوعظ، وفيه من الزجر، وفيه من التهديد ما ينتبه معه الغافل ويستيقظ النائم، ويكف العبد عن التولي والإعراض. يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، لأنه بشر، والبشر يموتون. قال الله سبحانه: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال سبحانه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقد مات عليه الصلاة والسلام، وغسل وكفن وصلي عليه ودفن بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا غيره سيموت، وكلنا سنموت. أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. ولكننا ننسى الموت، وننسى الفراق الذي لا يشبهه فراق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. ننسى الموت، مع أننا كل يوم نسمع عن فلان مرض، وعن فلان مات. وكم شيعنا من الأهل والأقارب والإخوان، وكم شيعنا من الأصحاب والأصدقاء والجيران، لكن مع ذلك نغفل، فنقع في التفريط، ونقع في التولي والإعراض، ونقع في اقتحام الآثام والذنوب العظام والجرائم الجسام، ولا نستيقظ إلا وقد نزل ملك الموت، ولا نصحو إلا وقد جاءت السكرات. فلا ينفع عند ذلك الندم ولا الحسرات. الندم والحسرة إنما تنفع قبل ذلك. أما إذا بلغت الروح الحلقوم
ووصل العبد إلى حال الغرغرة، فعندها لا ينفع الندم ولا تنفع الحسرة، ولكن العبد يستيقظ في ذلك الوقت فيطلب الرجعة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا لن ترجع، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. عش ما شئت يا عبد الله فإنك ميت، فمثل نفسك ذلك الميت الذي فجاءه الموت وحصلت له السكرات، فإذا به يطلب الرجعة، وإذا به يتحسر، وإذا به يندم. مثل نفسك ذلك الميت، مثل نفسك ذلك الذي استمر على عصيانه وأصر على ذنوبه حتى نزل به الموت، فيريد التوبة والأوبة والرجوع فلا يستطيع. مثل نفسك ذلك الميت الذي نزل به ملك الموت، هل يقول له أيتها الروح الطيبة اخرجي، أم يسميها باسمها الآخر بالروح الخبيثة؟ مثل نفسك يا عبد الله وقد نزل بك الملائكة الذين يأخذون هذه الروح ولا يدعونها في يد ملك الموت طرفة عين. هل هم بيض الوجوه أم هم سود الوجوه؟ مثل نفسك يا عبد الله وقد غمضوك وغسلوك وكفنوك وصلوا عليك وحملوك على الأكتاف. أي جنازة تلك؟ أهي صالحة فتقول قدموني 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 إلى روضة من رياض الجنة، إلى روح وريحان ورب غير غضبان؟ أم هي غير ذلك؟ تقول يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها لصعق. عش ما شئت فإنك ميت، ولا تسأل بعد ذلك عن القبر وضمته، لا تسأل عن القبر ووحشته، لا تسأل عن القبر وظلمته، لا تسأل عن القبر وعن الحساب وشدته. عش ما شئت فإنك ميت، فاستيقظ يا عبد الله، لنستيقظ أنا وأنت ولنفق ولننتبه من هذه الغفلة قبل الرحيل، قبل أن تأتي السكرة فلا تنفع عندها الحسرة ولا تقال العثرة ولا يقبل ندم ولا توبة ولا تمكن من الرجعة. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. يا محمد أحبب من شئت فإنك مفارقه، كل من أحببته ستفارقه، كل من أحببته ستفارقه. ذاك الأب الذي تحبه وتعيش في كنفه وتستظل بظله وتستند إليه وتتقوى به، فجأة إذا به يموت، فلا سند ولا معين إلا الله تبارك وتعالى. تصير مهموما مغموما عندما يفارقك أبوك، وتتألم وتتوجع وجع لا يحس به إلا من مات أبوه. وتلك الأم التي تحبها وتشرب من ينبوع حنانها وفي حضنها تشعر بالدفء، تسهر لتنام وتتعب لترتاح، إذا بها قد نزل بها الأجل، تودعك
من غير وداع وترحل وتخلفك كثيرا منكسرا. أحبب من شئت فإنك مفارقه. وإذا بالبابين إلى الجنة وإذا ببابي البر في حياتهما إلى الجنة ينغلقا. الوالد أوسط أبواب الجنة، فاحفظ ذلك الباب إن شئت أو أضعه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولما جاء الرجل يريد الغزو قال: ألك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. وتلك المرأة التي تزوجتها وأحببتها وكان بينكما من المودة والرحمة والعشرة الحسنة، كم تشاورتما وكم تحادثتما وكم عانيتما وكم حصلت لكما الأمور الطيبة والأمور الغير طيبة، الحلو والمر، تساندك وتؤنسك وتنصحك وتحفظ لك مالك وتربي لك أولادك وتخدمك وتطيعك تعبدا لله تبارك وتعالى، وتحفظك إذا غبت. إذا بالأجل ينزل بها وتصير وحيدا لا أنيس ولا جليس. أحبب من شئت فإنك مفارقه. نبينا صلى الله عليه وسلم كم حزن لفراق خديجة، كانت تؤنسه وتقف معه وتنصره وتعينه في تلك الظروف الصعبة التي كان يعيشها صلوات الله وسلامه عليه. فلما ماتت وفارقته حزن لذلك حزنا شديدا، ولا زالت ذكراها في نفسه حتى توفاه الله تبارك وتعالى. وذاك الولد الذي يعيش بين يديك ويترعرع أمام عينيك من ذكر أو أنثى تحبه، يدخل معك ويخرج معك ويمشي معك ويكبر أمام عينيك، وإذا به يكبر فتعلق عليه الآمال، تعلق عليه الآمال، وفجأة يموت ويفارقك. أحبب من شئت فإنك مفارقه. يقول الله عز وجل لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ قالوا: نعم. قال: قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا: نعم. قال: ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. أحبب من شئت فإنك مفارقه. أصحاب وأصدقاء وخلان كانوا معك يؤنسونك في الوحشة ويعينونك على الغربة ويفرجون عليك الكربة، وإذا بالأجل ينزل بهم فيفارقونك في زمن قل فيه الناصحون وقل فيه الصادقون. أحبب من شئت فإنك مفارقه. فكم هو شديد معاشر المسلمين فراق الأحبة، كم هو شديد على النفس. ولهذا هذا الحديث كما قال بعض العلماء يوطن النفس على فراق الأحبة حتى إذا ما وقع خف وقعه عليك ويشتد الألم والوجع إذا فارقوك ولم تكن من أهل الإحسان إليهم. احذر، والله وجع ما بعده وجع. إذا فارقك الأب أو الأم وأنت لم تؤدي حقهما، وهكذا الأولاد والجيران والأصحاب إذا ما فارقوك وأنت قد ضيعت شيئا من حقوقهما. قال: واعمل ما شئت فإنك مجزي به. اعمل ما شئت من خير أو شر، من سيء أو حسن، من كفر أو إيمان،
من توحيد أو شرك، من سنة أو بدعة، اعمل ما شئت. تهديد، كما قال الله سبحانه: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تهديد وليس تخيير، هذا تهديد وليس تخييرا. تهديد: اعمل ما شئت فإنك مجزي به، كما قال الله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول سبحانه: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. وهذا الذي لا يفارقك، هذا الذي لا يفارقك لا في الدنيا ولا في الآخرة، العمل من شر أو من خير، إن خيرا فخير وإن شرا فشر والعياذ بالله. هذا الذي يجب عليك أن تعتني به وأن تحرص عليه في أن يكون حسنا، فإنه لن يفارقك لا في الدنيا ولا في آخرة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وفي الحديث: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فاحرص تمام الحرص على هذا الذي لا يفارقك في أن يكون حسنا. وكما قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، قال جبريل عليه السلام: واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس، مرتبتان عظيمتان يسعى إليهما كثير من الناس: الشرف والعزة. ففي هذا الحديث إشارة إلى من فاته شرف الدنيا وشرف المناصب وشرف الجاه والحسب والنسب والمال، ففيه إشارة إلى تعويض ما فاته من هذا الشرف، شرف الدنيا الذي نهينا عن الحرص عليه. فعوض ما فاتك من هذا الذي نهيت عنه، عوضه في قيام الليل. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. قال الله سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال سبحانه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ويدخل في هذا إن شاء الله، يدخل في قيام الليل كل من ترك النوم لذكر الله ودعائه. كل من ترك النوم لذكر الله ودعائه فإنه يدخل في قيام الليل، فينال بإذن الله عز وجل هذا الشرف، يشرف قدره ويرتفع ذكره. فيدخل في ذلك من انتظر صلاة العشاء، فإن انتظار العبد للصلاة صلاة. ويدخل في ذلك من صلى العشاء. ويدخل في ذلك من قام من الليل بعد نومه يتهجد، وهذا أفضل أنواع التطوع بالصلاة مطلقا. قال رحمه الله: وربما دخل في ذلك من قام من نومه لأداء صلاة الفجر، فإنه يترك النوم لذكر الله عز وجل ودعائه. ولهذا شرع للمؤذن أن يقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم. فاحرص يا عبد الله على ألا يفوتك هذا الشرف،
على ألا يفوتك هذا الشرف، فتحافظ على أقل تقدير على صلاة العشاء وعلى صلاة الصبح، وركعة توتر بها قبل الصبح. وعزه استغناؤه عن الناس، وتنال العزة باستغنائك عن الناس، فما تزال عزيزا كريما ما لم تطلب ما في أيدي الناس، فإن فعلت أي طلبت ما في أيدي الناس أبغضوك وكرهوك واستخفوا بك. فعليك بالتعفف. وكم هي الأحاديث الكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم الآمرة بالتعفف، ومن يتعفف يعفه الله. واتخذ لك ولو سببا يسيرا تتكسب به وتتوكل على الله.